طيور النحام أو كما تعرف باسم الفلامينغو تعد واحدة من أكثر الطيور جمالا وتميزا بفضل لونها الوردي البراق الذي يلفت الأنظار. ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن هذا اللون ليس دائما موجودا، بل يمكن أن يتغير أو يختفي تماما. فما السبب وراء ذلك؟ اللون الوردي المميز لطيور النحام يأتي من صبغات طبيعية تسمى الكاروتينات، والتي تتواجد بكثرة في الطعام الذي تتناوله الطيور، مثل الطحالب والقشريات الصغيرة. إذا تغير نظامها الغذائي أو انخفضت كمية الكاروتينات في طعامها، فإن لون الطيور يصبح باهتا أو يميل إلى الأبيض. صغار النحام يولدون بلون رمادي أو أبيض، ويبدأ اللون الوردي في الظهور تدريجيا عندما يتناولون نفس الطعام الغني بالكاروتينات. كلما كان لون الطائر أكثر وردية، كان ذلك مؤشرا على صحته الجيدة ونظامه الغذائي المثالي. طيور النحام تستخدم مناقيرها المقلوبة لتصفية الطعام من الماء والطين، وهي طريقة فريدة تجعلها قادرة على التقاط الطحالب والقشريات بسهولة. طيور النحام دليل حي على تأثير النظام الغذائي على المظهر في البرية.